مدير مالي بمدرسة خاصة كان بياخد الولد في الحمام أو في عربية داخل الجراج ورا المدرسة وبيعمل معاه حاجات مستحيل تصدقها. الغريبة إن الناني كانت هي اللي بتجيب له الولد، والأغرب إن مديرة المدرسة ومدرسة الفصل كانوا عارفين وساكتين. ياسين ولد في مدرسة خاصة، أبوه مسافر خارج مصر وأمه المسؤولة عنه. الواقعة حصلت بإحدى مدارس مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. لما الولد راح لمس الفصل وقال لها إنه عايز يحكي لها على حاجة، المس قالت له قول يا ياسين في إيه بسرعة. ياسين بكل براءة قال لها إن في عمه هنا كبير قوي كده وتخين وعجوز وأقرع لابس نضارة، هو مدير باين أو مدرس ومش بيدينا في الكلاس واسمه عمو ناصر. فالمس قالت له أيوة مستر ناصر، ماله يا ياسين؟ ياسين قال لها إن الناني أخدتني من إيدي من الكلاس وقالت لي تعالى ادخل التواليت، مع اني ما كنتش عايز يا مس، بس هي اصرت واخدتني ودخلتني التواليت، وهناك عمو ناصر كان جوه سلم عليا واخدني، وهي طلعت وسابتنا لوحدنا، وبعدها راح قلعني البنطلون وعمل وشدله شعره وقطعه في ايده وضربه جامد علشان ما يصرخش. ضربه لدرجة ان الولد رجع من كتر العيط وكان بيتألم جامد وما قدرش انه يصرخ لان ناصر كان حاطط ايده على بقه. وبعد ما ناصر خلص خرج، وقتها الناني دخلت وشطفته ولبسته هدومه وغسلت له وشه وقالت له لو حكيت لبابا او ماما على اللي حصل مع عمو ناصر هيقتله ويقتلك معاهم. وقتها المس سألت ياسين انه عرف مامته او باباه، فياسين قال لها لا، وكمل وقال لها ان كل يوم الناني بتيجي تاخده، مرة يروح التواليت ومرة الجراج اللي ورا المدرسة، وناصر يعمل اللي يعمله، وفي نفس الوقت الناني بتكون واقفة مستنياه علشان لما ناصر يخلص تاخد ياسين وتغسل له وشه وتلبسه. وقتها المس قالت له المهم حكيت لي ماما وبابا؟ ياسين قال لها لا، لانه خاف انه عمو ناصر يقتلهم او يعمل فيهم زي ما بيعمل فيا، مش عايزهم يتوجعوا نفس الوجع اللي بتوجعه. وقال لها ان الوجع ده جامد جدا لدرجة انه ما بيعرفش يعمل بيبي خالص وبيفضل يعيط كتير. وقتها المس قالت له شاطر يا ياسين انك ما حكتش لماما وبابا، وانها تخلي المس المديره تديله عصايه تضربه بيها، وكمان مش هنخليه يعمل فيك كده تاني. وفعلا المس اخدت ياسين للمديره وحكت لها على كل حاجه، وجابوا ناصر وادوا لياسين مسطره صغيره علشان يضرب ناصر خبطتين على اساس ان ناصر اخد العقاب. لكن للاسف ياسين بيتعرض لنفس الحادثه مرارا بعد الموضوع ده ما حصل، لحد لما والدة ياسين لقيته ما بيعرفش يدخل الحمام وبيفضل يبكي، فبتاخده للدكتور علشان يكشف عليه. وهناك كانت الصدمة لما الدكتور أكد إن ياسين حصل فيه حاجة غريبة ومش طبيعية، وقال للأم على كل حاجة. وقتها الأم قعدت مع ياسين وحاولت إنها تتكلم معاه لحد لما عرفت إن ناصر المدير المالي للمدرسة هو اللي بيعمل كده في ياسين، والمديرة عارفة وكمان المس بتاعة الفصل عارفة. أبو ياسين لما بيعرف بينزل مصر ويقدم بلاغ في المدير المالي للمدرسة والناني ومديرة المدرسة ومدرسة الفصل اللي حاولوا إنهم يكذبوا اللي حصل. فتم تحويل ياسين للطب الشرعي اللي أثبت إن فعلا ياسين حصل معاه حاجة مش طبيعية. ووقتها ناصر أنكر، فالظابط عمل طابور عرض وكان ناصر في طابور وسط مجموعة من الناس، وياسين قدر يتعرف عليه. لكن وقتها الموضوع كان اتقفل بسبب عدم كفاية الأدلة، فالأم بتقدر توصل للنائب العام وتفتح القضية من تاني. وفعلا النائب العام بيفتح التحقيق في القضية دي، وبتكون من أهم قضايا الرأي العام في الوقت اللي احنا فيه. ونزلت جلسة يوم الأربع الموافق 30 إبريل. شيروا الفيديو على أوسع نطاق علشان حق ياسين يرجع، وكمان ادعوا له ينسى كل اللي حصل له.